لسه صاحي والساعة دلوقتي 7:07 حاسس ان انا عايز انام تاني ومش فايق. بس انت لما تصحى وعندك حاجات المفروض تتعمل لازم تصحى وتضحي بالنوم او الراحة عشان حاجات تانية انت عايز توصلها. عشان لو انت ما ضحيتش بالنوم والراحة هتضحي بالحاجة اللي انت ماشي وراها او اللي انت بتحلم بيها. فانا دلوقتي صحيت وعامة يعني بحاول على قد ما اقدر مربوطش مشاعري باللي انا المفروض اعمله، لان انت لو ربطت نفسك بالمشاعر او اللي انت حاسس بيه يبقى هتيجي تعمل يوم والعشرة مش هتعمل. فانا دلوقتي صحيت وهفطر والمفروض هكتب كام حاجة بعد كده نروح الجيم. يلا بينا. لسه بقى جاي من الجيم وهاكل ايه؟ رز مدسوس، وده لقيته في التلاجة محشي، فاهم؟ هاكل وارجع لكم. النهارده يا جدعان هنتكلم عن موضوع مهم، هو ممكن تشوفه تافه بس هو يعني مهم وهيأثر عليك. حوار بقى ايه؟ حالات الواتس. يعني حالات الواتس انا مش فاهم، يعني انت عايز ايه يعني لما تنزل حالة وانت حزين ولا وانت فرحان ولا وانت ما يا عم تخليك يا عم العب في المداري، العب في المداري هتكسب. مش كل ما تبقى حزين ولما تبقى معرفش ايه تنزل لي ستوري وبتاع وتقول يا رب معرفش مكنة تدوسني يا رب. هو الهطل ده ملوش لازمة. اول حاجة محدش هيخش يكلمك، حتى لو حد دخل كلمك يا بيتريق عليك يا اما هيقول لك معلش. ليه؟ لان انت حساس وبصراحة كده خواجة. يعني الاخر كده يا جدعان حالات الواتس دي هيافة تمام وتضييع وقت على الفاضي. اذا كان كنت بتتفرج عليها على حالات واتس او الاستوريات بتاعت صحابك او تنزل لي 20. يا نهار اسود، يعني انا الاقي واحد منزل لي 20 حالة في يوم، كل يوم ايا كان نوع الاستوريات، ونزل لي استوريات مستني القطة تخش تكلمك ومستني اللي يحط لك قلب. الاستوريات ده حوار مش مهم خالص. ليه يعني كل يوم تنزل ستوري؟ مش شرط. فانت رايح دماغك، مش كل يوم تدور على حالات واتس وستوريات عن انستجرام ولا فيسبوك ولا اي حته، قاعد تجيب لي حالات واتس من هنا وحالات واتس من هنا وتنزلها على الفيس وتنزلها على الانستجرام وتنزلها على الواتساب عشان معرفش مين يعلق لك ومين يحط لك لايك. يا عم ملهاش لازمه. ما بقولكش ما تنزلش ستوريات، نزل ستوريات عادي بس مش كل يوم واي حاجه واي هبد و20 حاله في نفس اليوم وحالات حزينه العب في المداري. وبعدين نزل ستوري مثلا قرآن اي حاجه من دي. صورت مثلا صوره حلوه بتاع نزلها تمام، انما مش اي ستوري وتخش تدور على ستوريات ومش عارف ايه وتنزل. ليه؟ عشان مستني واحد ولا واحدة تخش تقولك مالك في ايه مش عارف ايه. بس يا جدعان ده كان حوار اهبل بس مهم. اسمع مني، العب في المداري، داري على شمعتك تقيد. داري ايه على شمعتك تقيد؟ فانت يا زميلي يعني مثلا كل جمعة تنزل لك ستوري قرآن زي ما انا بعمل، او مش شرط كل جمعة، يعني ممكن كل يوم يوم لا من لا كده يعني فاهم. بس مش عمال على بطال واي حالات واتس وحزين ومش عارف ايه فاهم. كل اللي عندك في الاستوديو نزل ستوريهات والناس كلها عارفة الاستوديو عندك فيه. وفي الاخر يعني ليه؟ عشان انت مهتم برأي الناس، مستني حد يحسس عليك ويطبطب عليك. بس كده يا جدعان ده كان فيديو كده بسيط عن الاستوريهات والهطل ده ماشي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. سلام.